السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد اللي غنهضرو فيه على المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الجورجي اللي جرى المنتخب المغربي يوم الخميس. المهم مباراة كتبقى شكلية واللي غنهضرو فيها على النتائج اللي خرج بها وليد الركراكي، وكذلك نقاط القوة والضعف اللي عند المنتخب المغربي، وكذلك شنو الخلاصات اللي خرج منها المدرب المنتخب المغربي من هاد المباراة. بداية مع التشكيلة اللي دخل بها المنتخب المغربي. في حراسة المرمى كاين بونو، في الأظهرة كاين حكيمي ويحيى عطية الله، في قلبي الدفاع غانم سايس ونايف أقرد، قدامهم يحيى جبران. وسط الميدان كاين أملاح وناحي. في الهجوم كاين حكيم زياش، رأس حربة يوسف النصيري، وجناح أيسر بوفال. المهم المنتخب المغربي بدا ضاغط من بداية المباراة، بدا ضاغط بداية في 5 دقائق الأولى. بدا المنتخب ضاغط وقام بعدة محاولات للتسجيل اللي عطات الهدف الأول من حكيم زياش من العرضية ديالو. قام بواحد العرضية جميلة اللي لقات النصيري وقدر يسجل منها الهدف الأول. وعلى ذكر زياش، في الشوط الأول قدم مباراة رائعة، يعني مستوى كبير اللي قدمه زياش معروف عليه في هذا معروف عليه هو يعني لاعب مهاري وموهبة كبيرة، وكذلك هو عينو على الملعب كامل، وخا كيكون هو قاع في وسط الملعب ولا في الدفاع قاع تيحط كرة مليمترية في الرجل ديال اللعاب. صراحة الميزادي مكاين يستعند شي لعاب بحال تقريبا شي 4 كرات يعني اللي حط في الشوط الأول، يعني كرات يعني من وسط الملعب كيحطهم مليمترية جوج كواري لأشرف حكيمي اللي كان يقدر يسجل منهم. صراحة هو حكيمي في الجهة اليمنى اللي دايرين واحد الثنائي رائع يقدر يخترقوا به أي دفاع كما كان. وكذلك لما كان المنتخب ديال جورجيا ضاغط وقدر المنتخب المغربي يستخلص الكرة ويقوم بهجمة مرتدة، زياش قدر يعني كما شد كرة رفع راسو بانلو الحارس خارج يعني مع المرمى، وسدد يعني كرة من وسط الملعب وسجل هدف يعني رائع من منتصف الملعب تقريبا 55 متر باش سجل الهدف. هدف رائع. قلت لكم بلا لاعب زياش عنده رؤية شاملة للملعب، ما كيشد كرة كيهز راسو يشوف شنو كاين. وهاد الطريقة ديالو غتعاون المنتخب المغربي ان شاء الله بزاف في كأس العالم. كذلك جبران ويحيى عطية الله داروا مباراة كبيرة وقدموا أداء مزيان. يحيى عطية الله من ناحية الدفاع ومن ناحية الهجوم دار أداء مزيان. وفي الشوط الثاني فوالد الركراكي قام يعني بعدة تغييرات باش يعطي فرصة للاعبين الآخرين باش يوقف على الجاهزية ديالهم، وكذلك باش يتفادى الإصابة ديال اللاعبين الآخرين اللي خرج الأساسيين، وكذلك باش يعطيهم تنافسية أكثر، بحيث دخل سفيان أمرابط مع جبران وفي وسط الميدان ولات الخطة دفاعية. وكذلك دخل حمد الله مكان النصيري، عطاه حتى هو فرصة ديالو اللي اصطاد ضربة جزاء. وكذلك دخل إلياس الشاعر والزروري ومزراوي والياميق، التغييرات كاملين باش يوقف على الجاهزية ديال اللاعبين ويعطيهم تنافسية أكثر. المهم في الشوط الثاني المنتخب المغربي مكانش مندافع بزاف بحال الشوط الأول، بحال ولا كيدافع أكثر. بطبيعة الحال هادشي عادي باش ما يتفادى أي إصابة لأي لاعب ولا هذا. كان شوية المنتخب الجورجي هو اللي ضغط شوية في الشوط الثاني على الشوط الأول. هادشي كامل من التعليمات ديال المدرب. وكذلك الركراكي حاول يخفي بعض الأوراق ما يبينش كلشي كما دار المنتخب الكرواتي في المباراة ديالو مع المنتخب السعودية ونجح في هذه القضية، وفي نفس الوقت يخرج بأقل الأضرار ويخرج بنتائج إيجابية. وهادشي اللي تأتى في هذه المباراة النتائج الإيجابية هي أنه خرج يعني من ناحية الإصابات من دون إصابات، وكذلك مكشفش الأوراق ديالو كاملين يعني للخصوم، وكذلك الانتصار اللي غيعطي دفعة معنوية للاعبين، وكذلك يوقف على الجاهزية ديال بعض اللاعبين ويعطيهم تنافسية. والمشكل اللي كان ولا نقطة الضعف ولا المشكل الوحيد اللي كان في هذا الماتش ديال اليوم واللي لاحظنا في هذا الماتش
هو من الناحية الدفاعية ملي كتكون الخصم تيكون خصم ضاغط، كاين واحد التراخي في الدفاع، يعني لولا ضعف إمكانيات بعض اللاعبين ديال جورجيا لكانت غتكون كارثة، يعني كانوا سجلوا من بعض الأهداف. يعني كاين أخطاء من بعض اللاعبين في الدفاع، لا في التمريرات ولا في هذا، وكذلك بعض الكرات الثابتة اللي كيتعاملوا معها بواحد سميتو مكاينش واحد الصرامة في الكرة الثابتة. يعني واخا كاين رغم الزيادة العددية في الكرة الثابتة خص كل لاعب يكون مع اللعاب، مكاينش ديك الرقابة على اللعابة. وهاد القضية يعني مشكل كبير. كون كان يعني شي مع منتخب آخر قوي بحال بلجيكا ولا كرواتيا راه غتكون كارثة. هادوك راه من نصف فرصة كيسجلوا. هاد المشكل ديال الدفاع كاين من عهد خليلوزيتش، كاين هاد المشكل ديال الدفاع خصوصا في الهجمات المرتدة. ولا كانت شي واخا كيكونوا جوج لعابة ولا ثلاثة اللور، هكاك نيت كيلقاو مشكل في الدفاع. النقطة اللي خص يشتغل عليها ولد الرجالي أنا كيبان لي الناحية الدفاعية اللي عندنا فيها مشكل. الهجوم مكاينش مشكل في الهجوم، في وسط الميدان تا هو مزيان، في الدفاع اللي كاين مشكل. يعني ملي كنديرو داك البلوك طالع وكتكون مرتدة ولا هذا كيكون عندنا مشكل. لاحظناه بزاف ديال المباريات مع الشيلي وكذلك الباراغواي ولا دابا مع المنتخب الجورجي. المهم كيبقى والد الركراكي يكسب الرهان، يعني انتصر باش عطى معنوية للفريق، وكذلك خرج بأقل الأضرار، يعني ما تلقاش شي إصابات وخرج بخلاصات، وكذلك ما كشفش الأوراق ديالو كاملين الخصوم ديالو، وفاز حتى هو كذلك على جورجيا بأقل جهد. المهم كاين شي حوايجات خصو يشتغل عليهم كما قلنا بالخصوص من الناحية الدفاعية. المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة وشي تعليق باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.